السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ النهارده جايه اوريكم شويه مشتريات بسيطه. هي ملابس لابني الكبير. انا دايما يا بنات بحب اشتري من محلات اللي بتدي فاتوره، علشان لو في حاجه طلعت مثلا ما عجبتنيش او بايظه، او عايزه ابدلها او ارجعها او كده. المحلات دي بتكون طبعا اسهل. وبتكون بيكون ليكي حق، غير المحلات اللي مش بتديكي فاتورة. مش بيكون ليكي حق لو الحاجة بايظة، ممكن يقولك لا انا مش برجع او كده. آم، حاجة كمان، المحلات دي بيكون اللي شغالين فيها موظفين. يعني هي بتبقى كأنها مؤسسة مثلا أو فروع كتيرة، واللي شغالين فيها موظفين، مش صاحب المحل. فملوش مصلحة ان لو الحاجة مثلا اللي هي قدامه ديت، مش ملوش مصلحة ان الحاجة اللي قدامه دي تتباع او ما تتباعش. هو موظف كده كده ليه مرتبه، فمش هيقدر مش هي مثلا هيفضل يرغبك في حاجة مثلا تكون مش كويسة، وعشان هو عايز يبيع في محله او كده. دي وجهة نظري، وانتم لكم حرية الاختيار. من المحلات اللي انا بحب اشتري منها التوحيد والنور، يعني بتكون قدامي تشكيلة حاجات كتيرة، و... وبقدر اختار من الوان وموديلات كتير. وكمان بتتعامل مع مصانع مختلفة كتير، غير المحلات الصغيرة مثلا ممكن تلاقي نوعين ثلاثة وخلاص. بحب اشتري من الحاجات اللي هي التوحيد والنور. وفي حاجة كمان اسمها سوق تجاري متكامل، ده كمان بيجيب حاجات حلوة عندنا هنا. آه، اول حاجه هوريكم ايه جبت ايه لاولادي. هوريكم حاجه من الحاجات، يعني حاجه من كل حاجه. اول حاجه نبدا بيها ده بنطلون. مش عارفه انتوا شايفينه كده؟ ده بنطلون. بحب انا البس ابني تحت الهدوم بناطيل في الشتاء، تكون مقفزه كده. شايفين يا بنات البنطلون مقفز ازاي؟ يعني ده يخلي يمسك على رجله كده، ما يخليش الدنيا البرد مثلا يجي عليه او كده. جبت له منه كذا واحد. هو ده قطن صافي ما شاء الله جميل، واللون حتى لونه الابيض جميل جدا وعجبني. ده من تقريبا مصنع اسمه تيلاتكس. البنطلون مقاس 8. البنطلون كان ب19 جنيه. حاجة كمان، جبت له فانلات بنص كم، من مصنع اسمه فخامة، قطن 100%. اهو قطن 100%. الفانلة نص كم. بحب البسه في الشتاء اول حاجة على جسمه على طول، بتبقى فانلة نص كم. وطبعا احسن حاجة علشان الجسم يرتاح وكده، تكون الحاجة اللي ملامسة للجسم على طول قطن. انا عامة بحب اجيب لهم هدومهم كلها قطن. ما شاء الله ملمسها جميل وتشطيبها حلو قوي وجميلة ما شاء الله. جبت له مقاس 10، كانت ب17.5. حاجة كمان جبت له جبت له هيكول. هيكول او هافكول، مكتوب عليها هافكول. آه، اهو من مصنع النجار. هو عنده منه زيتي ورصاصي ولبني. فلقيت اللون ده، ده زي مكتوب عليه اسود، هما مسمينه اسود بس هو يعني رمادي غامق. اهو جميل جدا ما شاء الله، يعني حلو قوي قوي. عجبني خامته. وهما ما شاء الله النجار مصنع جميل وحاجاته كلها جميلة، وبجيب منه على طول وعلى ضمانتي، يعني جربوه. ده كان ب30، مقاس 5، ب30. في كمان هيكولة او هافكول. لقيت المصنع ده
فقلت اما اجربه. اسمه مورينتو كيدز اهو. مورينتو. برضو عجبني، لقيت فيه اللون ده اللي هو البني، قلت اما اغير يعني يبقى مختلف عن الالوان اللي عنده. آم، ده ب35، اغلى من النجار 5 جنيه. وخامته حلوة برضو. لسه ما غسلتوش بصراحة، ما جربتوش بصراحة بعد الغسيل هيبقى عامل ازاي، بس هو واضح ما شاء الله ان خامته حلوة. جبت ايه كمان؟ جبت له بعد كده بقى ترنجات. آم، فاكرين جونيور اللي قلت لكم عليها، الماركة اللي قلت لكم عليها اهي، جونيور. جبت له ترنج مقاس 6. بنطلون اهو. في جيوب، في جيبان، واستكه جميل ما شاء الله. وشوفوا من جوه عامل ازاي، يدفي ده وحلو قوي. الترنج ده جايبهوله للبيت، واللون ده مش موجود عنده. ده التيشيرت بتاعه. ده التيشيرت بتاعه، شايفينه شكله حلو، مكتوب عليه so sleepy so grumpy. عجبني قوي، خامته جميلة وتشطيبه حلو قوي قوي بصراحة، يعني ما شاء الله ما شاء الله، خامته حلوة وسعره كمان جميل جدا. ده كان ب115. جبتهوله مقاس اكبر منه سنة، علشان يعني ان شاء الله ينفعه السنة الجاية. بس هو والله كويس عليه يعني، يا دوبك على مقاسه. آه، ده الترنج الاولاني. كمان لقيت الترنج ده، الماركة دي. لقيت الترنج ده، الماركة دي برضو كان عندي منها ترنج السنة اللي فاتت اهي. ميد ان ايجيبت زي ما احنا متفقين، كله صنع في مصر. عليه سبايدر مان، ولونه كمان عجبني، ما عندوش الالوان دي، ما عندوش اللون الاصفر ده. انا مجربه الماركه دي السنه اللي فاتت، والطبعه بتاعتها ما شاء الله ما اتغيرتش، ولا شكل، ولا قشرت زي ولا شققت ولا اي حاجه، ولا اتحركت من مكانها. والماركه ما شاء الله مجربها السنه اللي فاتت وكانت حلوه وعجبتني. وده البنطلون، ده البنطلون بتاعه. ده البنطلون بتاعه، هو كبير شوية البنطلون، ممكن يكون طويل عليه حبة، ممكن ارفيهوله انا. ده كان ب100. ما شاء الله الترنجين حلوين وخامتهم حلوة، وسعرهم كمان بالنسبة للأسعار اللي أنا شفتها في السوق حلوة. أتمنى أكون فدتكم بتجربتي النهاردة. وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، متنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب. وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله.